إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء، وبالتالي هذا بينعكس على أسواق البيع اللي شهدت ارتفاع كبير جدا في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء خلال الفترة الماضية. هذه الأسئلة ونقاط أخرى كثيرة نطرحها من خلال لقائنا بالدكتور شادي أبو الحسن، مستشار الرعاية الطبية لعدد من الشركات الإنتاج الحيواني العملاقة في مصر، ودكتوراه في العلوم الفيروسية. أهلا بك يا دكتور معنا. أهلا بك فندم. احنا طيبة والسادة المشاهدين. طبعا الثروة الحيوانية هي بتعتبر خط أحمر بالنسبة للشعب المصري، وهي قضية أمن غذائي، خاصة اللحوم البيضاء، لأن طبعا أسعارها بتبقى قريبة من إمكانيات كثير جدا من الشعب المصري، إلا أن في الفترة الأخيرة اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة لانخفاض معدلات الإنتاج لانتشار الأوبئة اللي قضت على نسبة كبيرة جدا من هذه الثروة. كلام كثير جدا أثاره المربين وأصحاب المزارع، عدم توفر الرعاية الطبية، عدم وجود الأمصال المفروض أنها بتبقى متوفرة لدى مديريات الطب البيطري للوقاية ومكافحة هذه الأوبئة. بصفة عامة وأنت عامل بالمجال، ايه اهم الاوبئه والامراض اللي انتشرت في الفتره الاخيره واثرت سلبا على معدلات انتاج الثروه الحيوانيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو مبدئيا بصفه عامه مناخ الاستثمار في مصر بيشهد مشاكل كثيره جدا في جميع المجالات تقريبا، ولكن طبعا بسبب الحاله السياسيه والوضع السياسي للبلد، ولكن قطاع الانتاج الحيواني بصفه عامه بيمر بمشاكل خطيره جدا، أهمها زي ما سيادتك تفضلتي موضوع الأوبئة والأمراض. أوبئة وأمراض كثيرة جدا انتشرت في أو ظهرت في الصورة في مصر في الفترة اللي فاتت، زي مرض إنفلونزا الطيور، زي الالتهاب الشعبي، زي إنفلونزا الخنازير، زي الحمى القلعية، زي حمى الوادي المتصدع، زي طاعون الأغنام، زي الساركوسيست اللي هي الحواسيلات اللي هي بتبقى موجودة في اللحمة، في أمراض كثيرة خالص. هل الأمراض والأوبئة دي كانت موجودة قبل كده ولا احنا بنشهدها لأول مرة؟ هي حضرتك في منها، هي معظمها كانت موجودة قبل كده في عصور سابقة، في عهود سابقة من مئات السنوات. وهل شهدت تطور وهل شهدت انتشارا عن ما قبل؟ بترجع طبعا تاني، ممكن ترجع في نفس الصورة اللي كانت عليها أو ترجع في صورة أخرى متحورة، ممكن تكون بنفس القوة وممكن تكون بصورة أقوى. طب هل استمرارها وتحورها وانتشارها بهذا الشكل يرجع لعدم توفر عوامل المكافحة اللازمة لها خلال الفترات السابقة؟ بالظبط. يعني احنا عايزين نحط ايدينا على المشكلة. توطن هذه الأمراض والأوبئة في مصر وإصابة الثروة الحيوانية بها لهذه الدرجة يرجع لإيه؟ هل عدم وجود خطة مكافحة تكفي وتضمن القضاء عليها؟ هي طبعا سيادتك الذي يؤدي إلى تفاقم الأمراض والأوبئة بهذا الشكل هي عدة عوامل. أهم هذه العوامل هنذكرها يعني دلوقتي فكرة الحرب البيولوجية. كلنا بنسمع عن موضوع الحرب البيولوجية ده، إن هو الحرب ما عادتش تقليدية زي زمان تبعت جنود ومعدات وكده، لا دلوقتي بتبعت فيروسات أو بكتيريا أنواع معينة طبعا بتقوم بالمهمة بدون أي حاجة، إن أنت بتأثر على الإنتاج الحيواني، بتقضي على الثروة الحيوانية، وبالتالي بتأثر على اقتصاد البلد، فالبلد بتقع بمنتهى السهولة بدون حرب أو كده. فدي الفكرة دي طبعا إيه أحد الأسباب الواردة. في حاجة تانية اللي هي موضوع الرقابة اللي بتتم على اللحوم المستوردة أو الحيوانات الحية، اللحوم المستوردة المجمدة والمبردة من الخارج. طبعا الإجراءات اللي بتتم في الموانئ وفي الحجر البيطري غير كافية. الاختبارات اللي بيتم الكشف اللي بيتم يعني في الحجر البيطري عشان الكشف عن الأمراض دي بتكون غير كافية. حضرتك ممكن بتعملي مثلا تحاليل ضد 100 مرض، ولكن في آلاف من الأمراض الأخرى ممكن تدخل
إلى البلد بدون ما حد ياخد باله. في نقطة تانية إن أنت بتعملي النقطة الجوهرية برضو إزاي إحنا نقدر نوفر وسائل الكشف اللي فعلا تضمن عدم دخول أي من الأمراض دي رغم تعددها وتنوعها. طبعا مهم جدا، كلما أكثرنا من عدد الاختبارات وكلما حدثنا الأجهزة بتاعتنا بتاعت الكشف وكلما حدثنا المعدات اللي بيتم استخدامها في موضوع الكشف وكلما حدثنا أفكار الأطباء نفسهم اللي بيقوموا بالكشف وبعتناهم بره في ندوات وفي محاضرات وورش عمل يشوفوا إيه الجديد ويشوفوا إيه الجديد في الأمراض وإيه طرق التشخيص الحديثة. في نقطة مهمة كمان، إن أهمية موضوع التحديث ده في إن الفيروس ممكن بيجي لحضرتك بس بصورة متحورة، فأنت ممكن حضرتك تعملي تحليل ضد فيروس انفلونزا الطيور مثلا في حاجة جاية لك من بره أو في الحمى القلعية مثلا، ولكن فيروس متحور، فحضرتك بيطلع لك النتيجة سلبية واللحوم بتدخل وبتستهلك وهي فيها فيروس ولكن بصورة متحورة. فدي نقطة مهمة كمان قوي، إن أساسا إحنا ما عندناش وزارة إنتاج حيواني في مصر. يعني هي عبارة عن هيئة تابعة لوزارة الزراعة. طبعا في أوروبا وفي أمريكا أو في أي دولة متحضرة الأكل والشرب دول أهم حاجة، فلذلك بيعتبروا الطبيب البيطري دي حاجة مهمة جدا عندهم، لأن هو بيقوم بالكشف عن أكلهم وعن شربهم وعن. طب ودور مديرية الطب البيطري؟ مديرية الطب البيطري برضه لما هيبقى الموضوع فيه تفرغ أكتر ويبقى فيه وزارة للإنتاج الحيواني، مهمتها طبعا إن هي تبقى تفرض بقى الرقابة على الكلام ده وتفعل من دور الحاجة. يعني حضرتك بتقترح ان الطب البيطري ينفصل عن وزارة الزراعة ويكون وزارة قائمة بذاتها مهمتها هي الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية. طبعا بالإضافة لموضوع المستوردين طبعا عشان يحققوا أعلى عائد أو أعلى مكاسب، فبيستوردوا حاجات طبعا بتكون تاريخ الصلاحية بتاعها قريب أو منتهية الصلاحية أو مثلا درجة ثالثة أو درجة رابعة أو يعني ساعات درجة 10. الرقابة على الواردات. طبعا نقطة كمان هي غياب الوعي المجتمعي. المجتمع نفسه بيربي حيوانات وطيور في السطوح وبيربوا المزرعة بتبقى في وسط البيوت، فلما بيبقى في مرض في المزرعة بينتشر في الجو المحيط، فبيحصل ان الجو كله بيبقى ملوث بالميكروبات، فبتتفاقم المشكلة بتتفاقم بصورة كبيرة. دور الدولة بقى في الموضوع. احنا يمكن اكثر مش هنتكلم عن التربية المنزلية، احنا هنتكلم عن المشروعات الاستثمارية الكبيرة اللي بتؤثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد المصري، ولكن اسمح لنا نتوقف عند هذه النقطة ونخرج لفاصل ثم نعود ونستكمل حوارنا. فاصل مشاهدينا ونعود ونستكمل حوار حلقتنا النهارده. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نعود ونستكمل حوارنا حول الثروة الحيوانية في مصر، كيف يمكن أن ننميها ونحافظ عليها، وحوارنا مستمر مع ضيفنا الدكتور شادي أبو الحسن. دكتور شادي، كنا توقفنا عند جزئية التربية المنزلية، ويمكن التربية المنزلية مش عايزين نتكلم عنها لأنها برضو قضية كبيرة ولها بعد اجتماعي، لكن احنا عايزين نتكلم عن المستثمرين اللي فعلا عندهم مزارع وتأثروا بشكل كبير جدا في الفترة الماضية نتيجة لانتشار هذه الأوبئة والأمراض. عايزين نخاطبهم ونكلمهم ازاي يمكن صاحب المزرعة ياخذ الاحتياطات الصحية للحفاظ على الثروة الحيوانية اللي بيقوم بإنتاجها. تمام. هي طبعا حضرتك هي منظومة عمل، لازم تحققي عدة عوامل على أساس علشان توصلي للهدف المطلوب. وسائل التشخيص الحديثة يجب استخدامها
في المزارع الكبيرة والشركات، وده بيحصل اوريدي، ولكن محتاجين تطوير ومحتاجين تحديث. رفع الكفاءة الإنتاجية والطاقة الإنتاجية للمزارع وللشركات، استخدام التكنولوجيا الحديثة من ميكنة اوتوماتيك في التعامل مع مراحل الإنتاج. طبعا الاستعانة بعقول مفكرة وشابة لها خبرات محلية ولها نجاحات متتالية في الإدارة. في موضوع النقل الميكانيكي منتشر قوي عندنا في مصر، اللي هو الفئران والناموس والذباب والكلاب والحاجات دي بتنقل الأمراض بصورة من المزارع إلى الأخرى، فلازم القضاء على مشكلة النقل الميكانيكي بصورة. طيب حضرتك مستشار لعدد من شركات الإنتاج الحيواني العملاقة في مصر، التكنولوجيا الحديثة وأهم الإمكانيات اللي دخلت هذا المجال إيه؟ طبعا المجال ده في تطور رهيب، كل يوم في حاجة جديدة. طبعا احنا مثلا عندنا هذكر لحضرتك مثال، عندنا مثلا مشكلة في الطاقة شيء كبيرة جدا. معظم المكان المكن اللي شغال في المزارع أو في الشركات دي بيبقى شغال بالسولار أو بالمازوت أو الجاز أو البنزين. طبعا في مشكلة كبيرة خالص، وطبعا الكهرباء، وطبعا أنابيب البوتاجاز. في مشكلة بصفة عامة في الطاقة. فدلوقتي في الخارج بيستعوضوا عنها بحاجة جديدة، اللي هو بيعمل المبنى المكون منه المزرعة اللي بيتم فيه التربية من مواد عازلة بدون ذكر أسماء. في حاجات اسمها الساندوتش بانل، ده المادة ده الاسم العلمي مش الاسم التجاري. ديت بتبقى عبارة عن مواد عازلة بتمنع المحيط الخارجي عن المحيط الداخلي تماما. بيبقى في فرق في درجات الحرارة حوالي 60% فرق، يعني في الشتاء يبقى العنبر جوه دافي وتحت الحرارة استخدام واستهلاك الطاقة. بالظبط. دي حاجة. في دلوقتي الاستعانة بالوقود، اللي هو الوقود الحيوي، اللي هو البايو فيول، اللي هو من الأسمدة والنباتات تمام، من الأسمدة ومن النباتات ومن طحالب البحر وهكذا. ممكن طبعا كل ده مستخدم حاليا في مصر. في حاجات لا، هي غالبا معظم الحاجات دي غير مستخدمة في مصر، غير مستخدمة في الخارج. احنا بنتكلم عايزين نطور هذه الصناعة وعايزين يعني ننميها وفي نفس الوقت نحافظ عليها. تمام. يعني طبعا اهم حاجة موضوع الأوبئة والأمراض، يبقى في طبعا في مكافحة الأمراض بصورة كبيرة قوي. موضوع الأمان الحيوي في المزارع وفي الشركات لازم يتم بصورة علمية وبصورة حديثة. الدولة لها دور كبير جدا في موضوع الحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر، من برضه تفعيل الرقابة ومن التخطيط أساسا. يعني أنت عندك حضرتك أي حد عايز يدخل أي حاجة في أي وقت بيربي، فأنت ما بتبقاش عارفة الحجم اللي طالع لك في وقت معين قد إيه. يمكن إحنا في بمناسبة عيد الأضحى في 37,000 عجل لحم حي مستوردة من استراليا. هل تتوقع أن 37,000 عجل تم الكشف عليهم بشكل دقيق وضمن عدم وجود أي من عدد الفيروسات الهائلة اللي حضرتك يعني حضرتك هم طبعا كان الموضوع ده أثار لغط إعلامي وكده، وهم المرض دوت اللي حضرتك كانوا بيكشفوا عنه قالوا في الأول إن هو موجود، وبعد كده رئيس الوزراء شكل لجنة من كذا دكتور كذا أستاذ مستشارين في الموضوع وكشفوا على اللحمة ووجدوا ان هي ما فيهاش حاجة وطرحوها في السوق، ولكن برضه هم بيعملوا تحاليل على حاجات معينة، ولكن بقية الحاجات ما بيعملوش. طب اسمح لنا هناخد مداخلة تليفونية من أحد المواطنين حابب ان هو يستفسر عن أمر من الأمور اللي نتحدث عنها. أهلا بيك، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الدكتور عمرو. أهلا بحضرتك دكتور عمرو. أهلا بيك. أنا طبعا كنت عايز أسأل الدكتور شادي أهم الطرق للتغلب على الأمراض اللي موجودة دلوقتي. حضرتك مربي؟ أنا مربي دواجن. مربي دواجن. الفترة اللي فاتت هل تأثر إنتاجك بالأمراض والأوبئة اللي انتشرت في مزارع الدواجن؟ تأثر طبعا. كان عندنا إصابات جامدة. انفلونزا الطيور
والالتهاب الشعبي زي ما الدكتور شادي قال بالظبط. فكنا عايزين نعرف اهم الطرق ودور المستثمرين في طرق طب لكن انت لما بتكافح هذه الاوبئه بتكافحها بناء على خبراتك او بتلجا لطبيب خاص ام هناك دور لمديريه الطب البيطري؟ لا، بلجأ لطبيب خاص. لكن ما فيش توعيه، ما فيش متابعه من مديريه الطب البيطري على مستوى المحافظه اللي حضرتك بتعمل فيها؟ بتبقى حاجات بسيطه، بس بياخدوا طاقات المزارع وخلاص. وهل الامصال اللي بتحتاجها تبقى متوفره؟ لا، بتنقص خالص، بتنقص. في موجوده خالص. هل بتلجأ للامصال المحليه ام المستورده؟ ما فيش لا محليه ولا مستورده، الاثنين ناقصين. الاثنين ناقصين من السوق. طيب احنا تابع معانا وان شاء الله نرد على استفسارك ونستكمل حوارنا مع الدكتور شادي. يعني هو بيتكلم في صلب موضوع حلقتنا ازاي يحافظ على الثروه الداجنه اللي هي تعتبر يعني ثروته الماليه وبيعمل فيها في هذه الصناعه. طبعا بشكر الدكتور عمرو، هو اثار موضوع اللي احنا بنتكلم فيه بصورة مهمة وبصورة عميقة. هو بيقول ان في مشكلة في الاستيراد، هو فعلا في مشكلة في الاستيراد بصفة عامة في جمهورية مصر العربية في جميع المجالات. الاستيراد دلوقتي بيواجه مشاكل كبيرة، وخاصة ان المواد الغذائية اللي بيتم استيرادها من الخارج او الادوية او اللقاحات حصل ارتفاع كبير جدا في تكلفتها وفي اسعارها. فممكن الحاجة بتجيلك دلوقتي ضعف سعرها ده إذا جت، وممكن في حاجات كتيرة قوي ما بتجيش. طيب يعني لو الدوار مثلا على لقاح ضد انفلونزا الطيور ومش موجود في السوق، طب إيه الحل؟ الحل إن هو بيتوقف، يا إما لو هيكمل ممكن يبقى معرض إن هو الاستثمار كله يضيع. فطبعا مشكلة كبيرة جدا. لازم الدولة برضو من ضمن النقاط إن حتى الأمصال المحلية غير فعالة رغم إنها مش موجودة، لكن حتى لو وجدت فهي غير فعالة. هو حضرتك الأمصال المحلية إحنا ما يعتبرش عندنا أمصال. طيب اسمح لنا في مداخلة أخرى واستفسار من أحد المواطنين. أهلا بيك. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيكي معانا، نتعرف عليكي. مدام هدى مع حضرتك. أهلا بيكي مدام هدى، اتفضلي. الله يخليك. بقول لحضرتك ممكن أسأل الدكتور سؤال؟ اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. لو سمحت، عايزين، سمعنا إن نازل مصر في لحمة مستوردة وكده فدول مش حلوة، إزاي نفرق ما بين اللحمة الكويسة واللحمة اللي مش حلوة؟ أو صفة تبقى إيه أو شكلها تبقى إزاي؟ تمام، كويس قوي. يعني هو يمكن سؤال بعيد عن موضوع الحلقة، بس احنا لقرب عيد الأضحى كل عام أنتم بخير والإقبال على شراء اللحوم، فهي على سبيل التوعية للسادة المواطنين. تفضل ازاي تقدر تميز؟ اولا يجب ان اللي هيشتري اللحمه يشتريها من مصدر موثوق منه، يكون عارفه جزار بيتعامل معاه مثلا او كده، ما يجيبش من اي حد. ثانيا يفضل اللحمه تكون عند الجزار مختومه وحيه. المنظر العام بتاع اللحوم من بره لونها وردي ولا لونها مختلف. في الطهي هل مثلا تطلع شوائب كتيره ولا لا؟ كلما كانت تطلع كلما كان احسن. في موضوع الغالي لما تتسلق اللحمه بعد ما تطلعيها حضرتك، على فكره الغالي او القلي بيقضي على جميع انواع الميكروبات. فاللحمه فيها ميكروبات واتغلت او اتطهت خلاص ما فيش فيها مشكله. اللحمه نفسها طبعا كلما كانت طريه كلما كانت احسن، كلما كان عمر الحيوان اصغر. ولو عجوز بيبقى اللحمه طبعا بتبقى ناشفه شويه. وكلما كانت طبعا اللحمه سليمه ما فيهاش حاجه بتطهي بسرعه وبيبقى طعمها كويس وبتبقى طريه. ولكن اللحمه اللي فيها امراض غالبا بيبقى لونها مسود نوعا ما وبتبقى ناشفه. جميل جدا. احنا يمكن موضوع حلقتنا بيحتاج ان احنا نتكلم فيه كتير، خصوصا ان احنا نتكلم عن قطاع هام جدا وهو قطاع الإنتاج الحيواني، وزي ما بنقول دي قضية أمن غذائي. ممكن إحنا الأسعار تنخفض وتبقى اللحوم البيضاء وأيضا الحمراء في متناول الجميع لو تم الاهتمام بتنمية هذه الثروة الحيوانية. الموضوع كبير ومتعدد الجوانب، ويمكن إحنا بنعيد اقتراح دكتور شادي أن لابد من وجود وزارة
للإنتاج الحيواني تكون مهمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها. في نهاية حلقتنا النهارده بوجه خالص الشكر لضيفنا الدكتور شادي أبو الحسن، مستشار الرعاية الطبية بإحدى شركات الإنتاج الحيواني ودكتوراه في العلوم الفيروسية. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من البرنامج. لكم أرق تحيات فريق البرنامج وتحياتي، إلى اللقاء.